like a Hellcat. في فضيحة الشوط الأولاني ضربة جزاء لا يختلف عليها اتنين. أنا عايز أعرف الفار أنت يعني أنا لما بقول الفار يتلغي لأن ما بتحققش العدالة. الفار مش عادل تماما. عدت على الحنفي، عدت عليك أنت إزاي؟ يعني الحنفي هنقول ما شافهاش حد حاجه بالرؤيه، حد عدى من قدامه هو ما مش متاكد منها، انما انت قاعد في الفار وعمال تعيدها مره واثنين وثلاثه. ازاي ده محمد عبد الغني موقفها؟ اللي يزعل انا ما يهمنيش حد، لا جمهور الزمالك ولا جمهور الاهلي. احنا عايزين دوري محترم، عايزين دوري فيه عداله عشان نحس ان في مدربين. يعني علي ماهر يعمل ايه النهارده لو اتحسبت دي له؟ هتغير نتيجه المباراه وبقى طلع السما وممكن يكسب بيها. طيب الناحية التانية نادي الزمالك دي لو له ايه اللي كان الوضع؟ كانت الدنيا قامت ما عادتش. او للنادي الاهلي لا يا فار انت غير عادل بالمرة، انت لازم تتلغي، والله العظيم لازم تتلغي. انت بقيت تعطل اللعب ومش امين وما عندكش ضمير كفار، والناس اللي قاعد عليه ما عندهاش ضمير وما عندهاش امانه. والحنفي برضه لازم يشيل فيها، ده قدامك يعني. انت احسبها وبعد كده ارجع للفار قال لك في حاجه، بس انت عملت اللي عليك. وطبعا الشوط الثاني ما اختلفش عن الشوط الاولاني، في فاول لاحمد رفعت طبعا عشان الحنفي يداري خطأه وراح اداله انذار. الراجل فاول، يا هي مش هتيجي جون بس فاول، ادي الراجل حقه. ما هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى العداله. العداله في الملاعب، العداله في التحكيم، العداله في الفرق، العداله في المدربين. يعني انا مثلا علي ماهر النهارده ممكن يطلع متعادل، ممكن النهارده يكسب. طب انت طلعته خسران، طب يعمل ايه الراجل؟ مجلس اداره جه مشاه. مين اللي مستفيد؟ مين المستفيد؟ انت قطعت عيشه وخربت بيته، فما ينفعش. انت جاي يا فار عشان تحقق العداله للناس الغلابه، مش هقول لك بقى للاهلي والزمالك، لا ده انت دابح الناس الغلابه ومع الاهلي ومع الزمالك. ما ينفعش، بصراحه ما ينفعش.